دائما الحقائق والإنجازات تبدأ بأحلام دائما، فلا نقول كفاية حلم. إذا كان الحلم المقصود به يعني الصبر، فهو بلا حدود، الصبر بلا حدود. احنا بنصبر على مين؟ احنا بنصبر على مين؟ على أهل مصر، على الشعب المصري مع بعضنا البعض. هؤلاء يستحقون أن نحلم معهم وأن نكون على درجة عالية من التواصل والتفاهم والتوافق والحوار. لابد ترجع مصر حرة وأبية، ومش وصية للخواجة وديوله، ولابد تدي خيرها لأبو جلابية.